الصالون إن شاء الله الدكتورة أمل العرجاوي مدير الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية. لكن الحقيقة كان في معارض حلوة جدا، وخاصة المعرض بتاع القلعة كان صور أو لوحات حلوة قوي بين الجانب الصيني والحاجات المشتركة مع الجانب المصري. طيب احنا اتكلمنا بقى يعني ثقافة، سيادة القنصل كلمنا، واتكلمنا معارض، واتكلمنا شراكات. عايزين نتكلم سياحة بقى، ما ينفعش نبقى موجودين الهيئة العامة للتنشيط السياحي وزارة السياحة والآثار وما نتكلمش سياحة. هتكلمنا الدكتورة داليا سالم أخصائية السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن العلاقات السياحية بين الصين ومصر الواضحة بقوة. الحقيقة خلال عام الشراكة المصري الصيني 2024 والممتدة عبر العصور. 但是我们能够在这里面在今天的这个来亚历山大歌剧院来进行团聚，我们就像一个大家庭一样来开展今天的这个活动。中埃的艺术之间的 这种交流从古代开始就非常多了，从汉朝时期，那么通过丝绸之路，来进行交往，中国的丝绸和瓷器，能够，通过丝绸之路，到开罗，再到亚历山大，艺术之间，它也是有非常交流，很多的这个交流，包括这种建筑。 包括。 لو دخلنا الصفحه بتاعه المحافظه هنلاقي الاماكن الثقافيه الفنيه اللي منها دار الاوبرا ومنها المتاحف بتاعتنا متحف الفاين ارتس ومنها المكتبه. ده دليل قد ايه على ان الفن هام للترويج السياحي لاي بلد او لصورتها. نكست. الصين بتروج لنفسها من خلال الارت ازاي؟ الصين بلد سياحي عظيم جدا. اللي دخلوا الصين في 2025 كانباوند ريزيدنت يعني سياح داخلين ليها فاقوا ال 95 مليون سائح. الصين سياحيا رائعه وعظيمه وبتشتغل على نفسها وهي ذات امكانيات كبيره جدا غير مساحتها وغير المورد البشري بتاعها وقامت بجهود كتيره جدا عملت دعم للصوره بتاعتها ولقوتها الاقتصاديه والسياحيه. احد الصفحات الرسميه الناشونال توريزم بورد بتاعها لو ما ندخل لحضراتكم هنا
قالوا انه عدد السياح عدد الناس او عدد المصريين اللي بيسافروا مصر اكبر من كده بكتير. وتناقشنا معاهم وقلنا لهم ان احنا كسياحه كقطاع سياحه يعني بنعد او وزاره السياحه بتعمل احصائيات خاصه بالسائح اللي جاي يعمل سياحه، ولكن لو جينا بقى للعلاقات العدد اضعاف اللي بيدخل من الصينيين علشان سواء العمل او التجاره الى جانب السياحه. أعداد زادت بشكل كبير. عام 2023 حقق 250% زيادة عن العام السابق في السياحة الصينية. وبأكد لحضراتكم إنه أنا في طول الوقت في سفر جوه مصر. مفيش مكان زرته حتى الأماكن اللي عندنا إحنا لسه بنروج لها سياحياً في صعيد مصر في حضر في قرى إلا ولقيت مؤخراً سياح صينيين. فالشريحة دي عارفة جداً إن هي جاية بتدور على إيه؟ عندهم ثقافة. تقوية وتعميق الأسس الثقافية والاجتماعية والفنية بالطبع. الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من إبراز كل الخصائص والمميزات التي يتميز بها الشعبين ونشرها على نطاق واسع في مختلف الوسائل المتاحة، منها الصالونات الثقافية زي الصالون اللي احنا موجودين فيه، من الحاجات اللي بتدعم أواصر التعاون المشترك بين الشعب المصري والشعب الصيني. ومنها الندوات اللي بنتشرف الحقيقه بعقدها باكثر من ندوه واكثر من محاضره مع القنصليه الصينيه بالاسكندريه. عملنا اكثر، احنا الهيئه المصريه لعمل تنشيط السياحه، وزاره السياحه والاثار، عملنا اكثر من ندوه مع القنصليه مصر والصين في العصر الاسلامي، وهي في الحقيقه وقعت الكتاب ده مع معالي القنصل يانج يي. تمتاز العلاقات المصريه الصينيه بتاريخ طويل وحافل يعكس تقاربا حضاريا وثقافيا فريدا بين حضارتين من اعرق الحضارات الانسانيه وعلى مر العصور. تطورت هذه العلاقه لتشمل مجالات متعدده، الثقافه والسياحه والاقتصاد وغيرها، مما يعزز الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين. وبندي مثل للعلاقات التاريخيه وتناول الاثار والفنون الثقافيه ما بين الحضارتين الكبار. بندي مثل بالفنون المصريه اللي اتاثرت بالفنون الصينيه في الخزف والمنسوجات، كما يوجد تاثير متبادل بين العماره والفنون في العصرين المملوكي والفاطمي.
اخدتي نظري، وقولي لي بقى اسمك ايه؟ خديجه ايه؟ خديجه مصطفى. سنه كام؟ بتتعلمي الموسيقى من امتى؟ انا عندي 4 سنين. ما شاء الله. وبتتمرني فين اصلا؟ هنا؟ واشمعنى اخترتي الكمان؟ هو هواية موسيقي، كان عندي حفلة فأنا شفت ناس بيسمعوا حاجات عجبتني، قلت لهم أنا عايزة أجرب فعجبتني وكملت. وبابا وافق على طول انك وماما ما كانش عندها اعتراض؟ كنت مبسوطه بقى؟ بتعزفي مع فرقه ولا بتعزفي بس؟ تشيلدرن أوركسترا. ما شاء الله، برافو عليكي. خلصتي امتحانات طبعا؟ جايه بقى هنا تستمتعي بالموسيقى؟ ما حضرتيش الحفله جوه؟ لا حضرتها. حضرتي شويه؟ عجبك الفن الموسيقي الصيني اللي جوه؟ كنت مبسوطه؟ وشفتي رقصات من الرقصات اللي اتعملت؟ ايه رايك في اول رقصه؟ قوي صح؟ برافو عليكي. عموما انا سعداء جدا بيكي، ومبسوطه انك تعرفت عليكي، ومبسوطه انك بتعزفي لسيد درويش اللي هو بقى شيخ الفنانين، صح كده؟ مش هو اسمه كده برضه؟ اهلا بيكي يا خديجه، واشكري لنا بابا انه بيشجعك، وان شاء الله نتعرف على بابا وماما